سمع الإمام الجنيد البغدادي هاتفا يناديه في المنام يقول: انهض يا عبدي وأنقذ عبدي. قال: أين أجد عبدك يا رب؟ قال: اركب دابتك وأينما تقف ستجد عبدي. فقام من نومه وكان قد قرب أذان الفجر، فتوضأ وركب دابته ومشى في أزقة بغداد حتى وقفت الدابة عند باب مسجد، فقال: لعله في الداخل. فدخل فوجد رجلا يبكي ويناجي ربه أن يفرج كربه ويقيل عثرته، فعرف الجنيد أنه الشخص المطلوب، فأخذ 100 دينار وأعطاها للرجل، فأخذها منه ولم يشكره أو يلتفت إليه، وأخذ يبكي ويشكر ربه. فقال له الجنيد: يا أخي، إن لم تقض النقود حاجتك فاسأل عني في بغداد، سيدلونك علي، أنا الجنيد البغدادي. فرد الأعرابي: أمجنون أنت يا جنيد؟ قال: لماذا؟ قال: أتريدني أن أترك الذي أيقظك من نومك لأجلي وسخرك لتقضي لي حاجتي وأركض خلفك في شوارع بغداد؟ فأعلم أخي المشاهد أن الحياة مع الله هي الحياة، والثقة بالله حياة أخرى فوق الحياة. ثق به وكن مع الله.